السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم، قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية، وجمعتكم مباركة. حديثنا اليوم حول الأمهات الكاذبة أو الخلايا المكذبة. كيف أتت الأمهات الكاذبة إلى الخلية؟ فنعتبر السبب الرئيسي في ملكات التكذيب أو الأمهات الكاذبة هو النحال نفسه وسوء الإدارة. أوصل النحال إلى الأمهات الكاذبة أو إلى الخلايا المكذبة. يا ترى ما هي الوسائل والطرق للتخلص من ملكات التكذيب؟ هناك عدة طرق كما يعرف الجميع. كان الأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي مداخلة حول هذا الموضوع، فلنستمع إليه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم إخواني الكرام وأساتذتنا الأجلاء. إخواني، يعني ما أعتقد أنه ما بمر أسبوع إلا يعني أشوف هذا السؤال مطروح على إحدى المجموعات، وهو كيف أتعامل مع الخلايا المكذبة. فهنا يعني خليني أعطي شرح مفصل عن هذه الإجراءات، وأرجو أنه يعني من الأخوة أنه يميزوا هذا التسجيل بالنجمة حتى يكون سهل أنه يرجعوا إله في حالة أنه صار معه مشكلة زي هيك. أولا إخواني الكرام، يعني إذا كانت الخلية ضعيفة، بروازين 3 براويزي عادة، يعني أكثر شيء بصير التكذيب في القسائم. فإذا كانت قسيمة من إطارين، 3 إطارات، 4 إطارات، ممكن إنه يعني انفض النحل اللي فيها على الأرض واتركه أو وزعه على الخلايا القوية وشيل الصندوق من مكانه. فهيك يعني بتكون تخلصت منه بكل سهولة، لأنه أحيانا التعب على هذه الخلايا بكون لا فائدة ترجى منه. لكن إذا كانت هذه الخلية قوية، ممكن أحيانا بتكذب في خلايا 10 إطارات، ممكن يعني تكذب خلايا وهي مرفوعة بالطابق الثاني. فكيف بدنا نتصرف مع هذه الخلايا؟ النحال هنا يعني قلبه ما بطاوعه انه يتخلص من هذه العدد الكبير من النحل، فهو صار تعبان وصار في عنده خلية جديدة ومبسوط عليها، ما بده يخسرها نهائيا. فالإجراءات هي كالتالي. إذا كانت الخلية مكذبة حديثا، يعني النحال فتح على الخلية هذه لقي فيها تقريبا يعني بيض كاذب، يعني في العين في السداسية الواحدة في 3 بيضات و4 بيضات و5 بيضات وبيض عشوائي وما إلى ذلك، وعرف إنه خلص ما في ملكة في هذه الخلية. هسه كيف بدنا نرجع هذه الخلية إلى العمل النظامي؟ الخطوة الأولى بدنا ندخل عليها إطار حضني مفتوح، لأنه الحضن المفتوحة بتعمل عمل الفرمون الملكي من حيث تثبيط مبايض الأمهات الكاذبة. يعني بمعنى أنه إذا كان في حضنة مفتوحة بتمنع أنه هذه الأمهات الكاذبة تضع البيض، يعني بتلغي عمل المبايض عند الأمهات الكاذبة، وبالتالي لا تستطيع هذه الأمهات الكاذبة أن تضع البيض. يعني ثم ندخل على هذه الخلية إما بيت ملكي وهو أسرع في القبول، أو ملكة عذراء إذا كنا بدنا نختصر الوقت. فإذا كان في عندنا بيت ملكي بنعرف إنه مثلا خلال 24 ساعة أو 48 ساعة ممكن إنه يفكس هذا البيت الملكي، فبندخل البيت الملكي والإطار الحضن المفتوحة مع بعض. فوجود الفرمون الملكي بصير هون في عنا فرمون ملكي ناتج عن اليرقات، وعنا برضو بيت ملكي، فالنحل بتقبل هذا البيت الملكي وبيعتني فيه حتى يتم الفكس. وحالة انه فكست هذه العذراء، برضو العذراء هذه في لها فرمون، فالنحل يتوقف عن وضع البيض
أولا بأول. المرحلة الثانية، إذا فكس عنا البيوض هذه لقيناها فاكس، يعني صار فيها يركات، واليركات هذه مثلا عمرها 3 أيام 4 أيام، طبعا هذه بتكون يركات ذكور. تغلق على البيت باليوم السابع أعتقد. فشفنا إنه هذه العيون السداسية فيها يرقات، أو إنه بيض الأمهات الكاذبة بدأ بالفقس. هنا يعني ما بزبط معنا إلا لا ندخل بيت ملكي، لأنه الناحل مش رايح يقبله، ولا ندخل ملكة عذراء، لأنه العذراء هي أقل شيء في القبول. لذلك في هذه المرحلة لابد من أنه ندخل ملكة ملقحة زائد إطار من الحضنة المفتوحة، حتى تنتشر الفرمونات بشكل سريع. بدنا يعني توضع الملكة في داخل قفص لمدة 48 ساعة أو 72 ساعة، وبعدها نطلقها. إحنا نطلقها في إيدينا، يعني ما بنحط كاندي أو عجينة سكرية ونترك النحل يفتح عليها. فإذا فتح عليها النحل من حاله وكان ما عنده استعداد لقبول هذه الملكة، أو فرمون هذه الملكة لا زال لم ينتشر في هذه الخلية، فسيقوم النحل بقتلها، ونكون خسرنا هذه الملكة. والملكة في حالة إنه بده يدخلها على خلية مكذبة، لازم تكون الملكة فتية قليلا، يعني عمرها أقل من 2 سنين، حتى يكون فرمونها قوي وسريع الانتشار، ويكون في داخل في القفص مع الملكة هذه الملقحة. بده يكون في عنا عدد لا بأس به من النحل، ربما من 10 إلى 15 نحلة مع الملكة في داخل القفص. لأنه الفرمون الملكي مش مثل رائحة العطر، يعني بينتشر في الخلية، بينتشر عن طريق الملامسة. فكل ما كان عند النحل عند الملكة نحل أكثر، بتصير الملامسة ما بين النحل في داخل القفص وفي خارج القفص أكثر، وبالتالي بيساعد على انتشار الفرمون الملكي. بعد 48 ساعة بنفتح على الملكة، يعني بنخرج إطار من الخلية المكذبة، وبنفتح على الملكة على هذا الإطار. إذا شفنا النحل الموجود على هذا الإطار يعني بدأ يقترب من هذه الملكة ويحاول تنظيفها، فهذه بتكون علامة على قبول الملكة. أما إذا النحل بدأ يعني يحاول إنه يعض الملكة هذه، أو إنه يحاول إنه يأذيها، فبنرجع مرة ثانية بنرجع الملكة على القفص وبشكل سريع، لأن النحل أول ما بهاجم الملكة بهاجمها من الأرجل. ففي الأرجل، خصوصا الأرجل الأمامية بالتحديد، هون بدي أذكرها. في هذه الأرجل، فأرجلها ال6 في هذا الشيء، لكن في الأرجل الأمامية بالتحديد في نهايات الأرجل في لها شيء يشبه الأصابع عند الإنسان. هذه الأصابع اللي الخلية بتقدر، عفوا الملكة بتقدر تتحسس البيوت أو السداسيات، وبتعرف إنه هذه السداسية هي لأنثى، أو يعني ضيقة إنها تضع فيها بيضة أنثى، أو إنها واسعة، أو إنها مناسبة، أو تضع فيها بيض، أو غير مناسبة. بتم عن طريقة إنها التحسس على هذه على السداسيات هذه. فضروري يعني إن نشيل الملكة بسرعة، لأنه إذا كسر هذه الأصابع، خلينا نسميها، إذا كسر لها إياها هذا النحل، بصير عند الملكة يعني وكأنها بتصبح تمشي عمياء. فإذا شفنا النحل يعني قبلها ونظفها، والنحل الملكي مشت بهدوء على على القرص هذا، والنحل ما بتعرض لها، بتكون هذه عملية إنه النحل قبلها. لكن إذا شفنا الملكة بتحاول إنها تهرب من جهة إلى جهة على البرواز، وفي عدد من النحل عم بلاحق فيها، فبنشيلها وبنرجعها على القفص مرة ثانية، ونتركها كمان يومين،
بعد يومين نرجع بنعيد الكرة مرة ثانية وبنطلقها. أما إذا أغلقت هذه البيوض الكاذبة أو الذكور، هي طبعا بيكون بيضة ذكور، فإذا أغلقت وبدأت هذه الذكور بالفقس فهنا بتصير المسألة صعبة جدا، وبالتالي المغامرة يعني ملكة نحل عمرها أقل من سنتين بتكون المغامرة كبيرة، يعني بكون الاحتمال قوي جدا إنك تخسر هذه الملكة، وبالتالي تعبك بروح سدى. فأنا بنصح إذا كانت البيوض هذه الكاذبة بدأ بالإغلاق عليها وبدأت بالفقس، يعني صرنا نشوف إنه الذكور بدأت بالخروج من هذه العيون، فالأفضل إنه يعني تحاول تتخلص من هذه الخلية كاملة. طبعا كيف بدنا نتخلص منها؟ إذا كان في عندنا مثلا يعني نحل بكميات كبيرة، يمكن أن نوزع كل قرص من هذه الخلية من هذه النحل على خلية ونحطه بعيد عن النحل. يعني إذا كان في عندك مثلا نحل أو خلايا نحل فيها 7 إطارات، بنبعد القرص هذا، يعني بنحطه بدل الإطار العاشر. بس سيكون في هناك اقتتال يعني لا شك، ولكن بيكون الاقتتال ضعيف، واليوم الثاني بنرجع بنقرب النحل هذا على بعضه. لكن الطريقة اللي أنا بستخدمها اللي هي أنا باخذ الخلية كاملة، يعني بحمل الصندوق كاملا وباخذه على منطقة يعني بعيدة تقريبا 10 متر 15 متر. بفتح الخلية، إذا كان موجود عندي ماء الزهر أو ماء الورد بحط في بخاخ، اللي هو البخاخ هذا اللي بيستخدموه الحلاقين للرش على الشعر، فبحط في البخاخ هذا ماء زهر أو ماء الورد، وببخ على كل النحل اللي موجود في داخل هذه الخلية. إذا ما كان متوفر هذا الماء الزهر أو ماء الورد، ممكن أني ألجأ إلى المحلول السكري المخفف الممزوج بعصير الليمون الصافي، لأنه يعني إذا كان من عصير الليمون مش صافي ما بيطلع من البخاخ وبيعمل لنا مشاكل. فبنصفي عصير الليمون، بنضيفه لتغذية سكرية مخففة، وبنبخ على النحل كاملا، ثم بنفض النحل على الأرض حتى آخر شيء خلاص، يعني ولا بخلي ولا أي إطار في هذه الخلية، وبمسك الصندوق وببعده من مكانه، ما بخليه في مكانه. والأفضل إنه تخرجه من المنحل نهائيا حتى ما يتعرف عليه النحل هذا ويرجع عليه. فبتبعده من مكانه أو بتبعده لمكان بعيد، مثلا 50 متر 30 متر 60 متر قد ما بدك، لكن تضمن إنه النحل ما يرجع عليه. هذا النحل اللي أنت كتيته بده يتجه نحو المنحل، يعني كتيته مثلا بعيد 50 متر، النحل بده يرجع المنحل، برجع على المنحل ما بلاقي صندوقه موجود، فبصير يتوزع على الخلايا الثانية، وبيدخل النحل على الخلايا الثانية، لأنه أولا رائحته تحمل رائحة يعني جاذبة للنحل، سواء كان يعني ماء زهر أو ماء ورد، أو سواء كان يعني محلول سكري مخفف مع مزيج من عصير الليمون. حتى لو كان عصير الليمون وماء زهر برضو ما في مانع، فبيدخل على الخلايا الثانية بهدوء، مش رايح تشوف ولا أي نحلة تقاتل مع نحلة أخرى. هذا يعني طريقة اللي أنا بستخدمها، ويعني استخدمتها لمدة فترة طويلة جدا من السنوات وأنا بستخدم هذه الطريقة. طبعا وتناقشنا معه في هذا الموضوع مع الدكتور عبد الرحمن باخمسة، وأثنى على هذه الطريقة. ويعني إذا في أحد من الإخوان في عنده طريقة أفضل وأسرع وأضمن يتفضل يحكي لنا إياها، لكن عن تجربتي هذه هي يعني كانت أنجح الطرق في التعامل مع الأمهات الكاذبة. تحياتي لكم وتصبحون على خير.